السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، أتمنى للجميع بخير. متابعينا الكرام، قمة المناخ، العالم كامل شاف عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى عصرها الذهبي، لأنه صرات أمور قبل وبعد القمة دوك نكشفهم في هذا الفيديو، راح يخليك تزيد تفتخر بالرئيس تبون، لأنه صراحة كان عنده حضور قوي جدا في هذه القمة العالمية، ربي يحفظه. لكن اسمحوا لي في البداية وعلى كل حال نقصف واحد القوم على الكذب والخرطي تاعهم، يا العياشة يا اللي كنتوا تخرطوا وتكذبوا وتقولوا الرئيس تبون ما راحش يحضر قمة المناخ بسبب اعتماد مصر خريطة المروك الكاملة في عقولكم وأحلامكم فقط، وكنتوا ديروا في هذه المقالات الخرطي الجزائر لن تحضر الخريطة كاملة في مصر. شفتوا الرئيس تبون حضر القمة ووجه لكم صفحة قوية، وها هي خريطة قمة المناخ كاملة المعتمدة في مصر. شوفوا معايا خاوتي، الجزائر ها راهي كي راح تضوي، وها هي وينا الصحراء الغربيه. شوفوا الكذابين ملا منا وجاي يا العياشه، كي تكذبوا وتخرطوا حطوا لنا المصدر تحت وكتبوا باللي فاتح روتيني اليومي، باك نعرفكم باللي راكم تكذبوا وتخرطوا العياشه تاعكم، ماشي علينا حنايا. على بالكم خاوتي حنا في الجزائر شخصيه شهر نقولوا حنا الرئيس تبون شين قريحه نفتخروا بهم ونتبعوه، لكن العياشه عندهم شخصيه الشهر هي فاتحه روتيني اليومي. اقسم بالله ونزيدكم حاجه خاوتي محسته، عرفتوا علاش ما حضرش القمه؟ باسكو الرئيس تبون قصفهم، والقمه دارت خريطه الصحراء الغربيه على جال هذه هرب بعث هذاك المسطول في بلاصتو، وتبان لي انا خاوتي محسته قاعد يبخر في المروك باش تفتح الحدود وارجاع لا سلمى. لكن يظهر لي خاوتي راه كمل كاع البخور تاع المملكه وحتى حاجه ما راح تصدق له، لا الرئيس تبون حلب وفتح له الحدود ولا سلمى راح ترجع لهذاك البخس. الان خاوتي ندخلوا في المفيد. حضور الرئيس تبون الى قمه المناخ كان قوي بزاف يا خاوتي، قوي قوه. اولا لقاءات من اعلى مستوى مع كبار قاده العالم، هذا الرئيس الفرنسي يجري وراح يصافحوا عندنا في الرئيس تبون. ثاني رئيسه وزراء ايطاليا الجديده، عده قاده من كبار دول العالم. خاوتي ظهور قوي جدا. وزيد في نفس يوم قمه المناخ اعلنت الجزائر طلبها رسميا الانضمام الى منظمه بريكس العالميه، وترحيب كبير من اعضاء المنظمه في نفس اليوم. يعني الجزائر وجهت رساله مشفره وقويه جدا لبعض الجهات، هذا ثاني انتصار اخر. اما الامر الثاني راه باين خاوتي، خرجت الرئيس تبون قويه واللي انسحب فيها من كلمه ولي عهد السعوديه، وراكم عارفين علاش، لان هذا لعبها وزن ذراته. الرئيس تبون خلى له الكراسي فارغين. وكذلك كاين حاجه واحده اخرى، انه المبادره اللي دارها ولي عهد السعوديه كان عارض فيها تاع الكيان الصوص، ولو كان عرفوا الدبلوماسيه الجزائريه من المستحيل تحل بهذوك القوم. لذلك تم الانسحاب والرد الصارم والقوي من الجزائر والرئيس تبون حفظه الله. ما حلبوش قدام زعماء العالم اللي كانوا حاضرين كاع. الله يحفظ الجزائر، الله يحفظ الرئيس تبون، الله يحفظ القياده الرشيده، والله يحفظكم انتم ثاني خاوتي واخواتاتي. في الاخير ديرونا لايك لايك لايك.